هذه أبرز العناوين. غادر الدولي المغربي سفيان أمرابط ناديه ريال بيتيس الإسباني قبل 48 ساعة فقط من مباراة دينامو زغرب الكرواتي عن الدوري الأوروبي. الإسباني إسكو كان السبب في قرار مغادرة الدولي المغربي بقرار من المدرب الأرجنتيني مانويل بيلكريني. مغادرة المغربي أمرابط للنادي الإسباني جاءت عكس القرار الجديد للاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا. خطة وليد الركراكي الناخب المغربي لاستغلال وضعية نجمه أمرابط قبل حلول موعد كأس إفريقيا للأمم المغرب 2025. وقبل الشروع في التفاصيل، لا تنسوا مشاهدين الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس لتتوصلوا بآخر الأخبار دائما. باتت الوضعية الصحية للدولي المغربي سفيان أمرابط محل نقاش وجدال كبيرين بين الطاقم التقني لناديه ريال بيتيس الإسباني ومنتخب بلاده المغربي، نتيجة اقتراب نهائيات كأس إفريقيا تزامنا مع القرار الجديد للاتحاد الدولي بشأن موعد التحاق الدوليين الأفارقة بمنتخبات بلدانهم. وفاجأ الدولي أمرابط الجماهير والأنصار بمغادرة ناديه ريال بيتيس الإسباني، وذلك حتى عام 2026 إثر تعرضه للإصابة في حادثة اصطدام مؤسفة مع زميله الإسباني إسكو خلال المباراة الأوروبية ضد أوتريخت الهولندي، ولم يتعافى الدولي المغربي من إصابته في الساق منذ ذلك الحين. وقرر النادي الأندلسي السماح للاعبه المغربي أمرابط بالتعافي من إصابته في وطنه مع المنتخب المغربي استعدادا لكأس الأمم الإفريقية المغرب 2025، بعدما استبعد بالفعل من المباراتين المقبلتين ضد دينامو زغرب الكرواتي من مسابقة الدوري الأوروبي رايو فاليكانو عن الدوري الإسباني، وذلك في أفق مواصلة برنامجه التأهيلي ابتداء من غد الأربعاء بطلب من الجهاز الطبي للمنتخب المغربي من نادي بيتيس، نظرا لعدم تمكنه من المشاركة في المباريات المتبقية مع الفريق الإسباني. وكان الأرجنتيني مانويل بيلغريني مدرب نادي بيتيس يمني النفس بتعافي لاعبه أمرابط بعد تلك الحادثة مع إسكو استعدادا لمباراة الديربي، وإلا أنه بعد 10 أيام على مرور إصابته لا يزال اللاعب أمرابط غير قادر على التدرب بشكل طبيعي بسبب الألم الناجم عن تلك الإصابة، ويأمل النادي أن يستعيد اللاعب عافيته تماما ويتمكن من المشاركة في كأس الأمم الإفريقية قبل العودة إلى هيليوبوليس بعد نهاية الكان. وكانت مباراة رايو فايكانو المقبلة عن الدوري الإسباني مشروطة باستدعاء اللاعبين الأفارقة الدوليين وفق لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، على الرغم من رغبة النادي الأندلسي في إتاحة الفرصة للاعبيه من أجل الاستعداد رفقة منتخبات بلدانهم لنهائيات كأس إفريقيا للأمم، ما سيجبر الجناح المغربي عبد الصمد الزلزولي على مرافقة بعثة بيتيس إلى زغرب الكرواتية من أجل خوض منافسات الدوري الأوروبي قبل العودة إلى إسبانيا في غياب زميله ومواطنه أمرابط، والتحضير لمباراة فايكانو الإسباني. هذا وكشف أحدث تقرير طبي من ريال بيتيس بعد المتابعة الطبية لأمرابط أنه لا يزال يعاني من كدمة خطيرة للغاية في ساقه اليمنى تعرض لها في بداية مباراة الدوري الأوروبي ضد فريق أوتريخت الهولندي، حرمته من المشاركة مع بيلكريني في مباراتي إشبيلية وبرشلونة وضد تورنت في كأس الملك.